التضييق الغير جراحي للمهبل في منه نوعين، نوع عن طريق الأجهزة زي الليزر أو الهايفو أو عندنا النوفا 4. عندنا التضييق عن طريق الفيلر، دي الطريقة التانية. طيب إيه الحالات اللي ينفع مع التضييق الغير جراحي؟ أول حاجة تكون مش والدة طبيعي، أو ما يكونش عندها قص عجان ومش بتخيط كويس، ما يكونش عندها سقوط رحمي أو سقوط مهبلي، ساعتها ينفع معاها التضييق الغير جراحي. أغلب الحالات اللي زي دي بتكون اتجوزت لفترة قليلة وهتتجوز تاني، أو مثلا هي والدة قيصرية وحاسة إن هي عندها اتساع، هي اللي حاسة بالاتساع أكتر، أو هي اللي حاسة مش زي الأول، فساعتها بنعمل التضييق الغير جراحي وبتوصل لنتيجة مرضية ليها. أو لو بمعنى أدق هي حاسة إن هي محتاجة تضييق بنسبة 20-30%، لكن لو هي حاسة فعلا إن المنطقة فيها اتساع ومشاكل مصاحبة زي سلس البول أو إمساك مزمن، أو فعلا المنطقة مش بقتش زي الأول، ساعتها هتحتاج تضييق جراحي.